مساء الفل على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست كاونتر اتاك. النهارده معايا ضيف مختلف، النهارده معايا اعلاميه في راديو صوت الزمالك، معايا الصديقه ندى الحسيني. عامله يا ندى؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. منوراني والله. ربنا يخليك، منور بيك. جاهزه؟ يعني ربنا يستر. مش هتبوظي الحلقه اهم حاجه. هنحاول. طيب بص يا ستي، الاول عرفي الناس بنفسك، يعني ابتديتي ازاي في المجال الاعلامي، دخلتي المجال ازاي، يعني ادينا اوفر اول كده نبذه مختصره يعني. انا بحب الكوره من زمان. حلو قوي. كنت بلعب حتى كوره مع فرقه الولاد عندي في القريه اللي انا كنت عايشه فيها لحد ثانويه عامه. بس وبعدين بقى اتفرج على الكوره طبعا كان زمان بقى القناه التانية تجيب بقى حاجات من الدوري الانجليزي. وبعدين بدات في راديو بلانكو في 2013. عملت برنامج مع يعني نجوم لعيبه الزمالك السابقين. ويعني استمرينا بقى كده، بنبعد شويه وبنرجع شويه، والحمد لله بقى دلوقتي في صوت الزمالك. انت عارفه ان انا كنت متابعك اصلا من زمان؟ دي حاجه تسعدني والله. كنت تطلعي على فيسبوك. ذكريات زملكاوي. كانت يعني كان وقت لطيف وكان في حاجات حلوه بتتقال يعني. الحمد لله. طيب خلينا نبتدي. طيب بصي، الحلقه عباره عن سؤال، موافق ولا كاونتر اتاك؟ موافق تمام. كاونتر اتاك بتشرحي لي وجهه نظرك في دقيقتين. تمام. وفي برضو سؤال بيبقى عباره عن وجهه نظرك، بسالك على سؤال وبتقولي لي وجهه نظرك في الموضوع بشكل عام يعني. يلا بينا. طيب اول سؤال، موافق؟ اقول لك بقى موافق ولا موافق؟ موافق. موافق ولا كاونتر اتاك؟ تم التحامل على الكابتن حسام حسن من قبل بعض صناع المحتوى بعد مباراة الأرجنتين، والناس كانت بتتعامل مع المدير الفني كأنه مع عصاية سحرية وبيقول الحاجة كن فيكون. لا، كاونتر اتاك طبعا. كاونتر اتاك طبعا. صحيح. كابتن حسام كان طبعا ما حدش ينكر ان كان في مشاكل تحكيمية. ماشي. لكن انا كمدرب كان في ايدي ان انا احل المعضله دي من الاول بتغييرات في نص الملعب، في تغييرات. كلنا شفنا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مع المجهود من بدايه البطوله. مش بدايه المباراه، كمان بطوله كلها. انت كل العرضيات بقت من ناحيه ميسي، فانت محتاج مدافع طويل. ده كان وقت حسام عبد المجيد اللي انت عملت التغيير صح في ماتش استراليا. ده كان اولى وقت انه حسام عبد المجيد هيقابل الكرات العاليه. كان محتاج تقفل نص الملعب. كان عندك محمود صابر، كان عندك دونجا، كان لو عايز تمسك كوره كان ممكن تنزل ابراهيم عادل. لكن كل التغييرات دي ما حصلتش، خاصه ان اللي كان ممسك الكوره اللي هو امام عاشور، وطبعا طلع بعد ما طلب التغيير، وهيثم حسن وزيكو. الثلاثه هم اللي كانوا بيوصلوك، وكانوا يعني بيستلموا كمان من صلاح. فصلاح اصبح لوحده مع تعنت التحكيمي ده كان واضح تقريبا في اخر ربع ساعه. فانت كان لازم تتدخل بتغييراتك. طبعا ده لا ينكر ان كان في مشاكل تحكيميه، لكن انت كان ممكن توقف المشكله دي. طيب لو قلنا مثلا ان الارجنتين جابت جون من جوه 18، يعني ميسي جاب جون، برضو الكره برضو مش عرضيه، الكره ممكن نقول ركنيه، فازاي برضو بتفسري وجهه النظر دي اللي هو مش كل الاجوان دخلت فينا عن طريق العرضيات وبتاع؟ فايه رايك في وجهه النظر دي؟ ده طبيعي، ما انت مش هجيب كل الاهداف بنفس الطريقه، لكن كمان قلبين الدفاع مع الاجهاد الشديد وان انت بتتحط في مواقف محتاج تشغل فيها. ما هو اللعيب مش آلة. لكن اللعيب كمان فيه جهد ذهني. بتفكر ان انا ازاي اوقف الكوره دي. فاللعيبه اجهدت خط الدفاع بالكامل، وتحديدا محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. فكان لازم تدي دماء جديده يعني. بالظبط، كان لازم ينشط. بالظبط. طيب هايل. السؤال الثاني، موافق ولا كاونتر اتاك؟ كابتن حسام حسن استطاع تطبيق افكار تكتيكيه مختلفه في بطوله كاس العالم، زي فكره الخروج بالكوره على الاطراف، افكار تنفيذ الضغط العالي بشكل مكثف، وافكار الانتشار الدفاعي سواء بلوك متوسط او بلوك منخفض. لا، موافقه طبعا. موافقه طبعا. طب عايزه تقولي رايك في النقطه دي؟ شفنا شكل جديد لكابتن حسام حسن. وقد يكون ده سبب من اسبابه ان احنا اخيرا كابتن حسام اقتنع ان في محلل بيانات ومحلل اداء ونقدر نستعين بيه. لانه مش حاسه الموضوع ده حصل بعد بطوله العرب؟ طبعا بعد ما خرجنا من البطوله مع كابتن حلمي طولان. التكنولوجيا كلها. وعلى فكره كان تزامنا انت المفروض ان انت كنت تستعين باللعيبه دي، يعني يبقى في تنسيق ما بين الجهاز الفني للمنتخب الاول وكابتن حلمي طولان. ده ما حصلش. لكن انت لو بصيت على كل المنتخبات وكل الانديه الكبيره، في 4-5 بيبقوا قاعدين باجهزه.
معدلات البدنيه اللعيبه بتوصل للريد لاين كده، انا يعني لازم احافظ على اللعيب. احنا شفنا احمد فتوح في ماتش ايران، راجل لاعب 30 دقيقه 20 دقيقه هو مصاب وبالتالي فقدته. والماتش اللي بعده لو انت فاكر كريم حافظ كريم ناوي على الارض 70 دقيقه 75 دقيقه خلاص، اللي هو انت لسه جاي من بره، انت لسه جاي من على الدكه. فلا طبعا دور محلل الاداء والجزء البدني ده مهم جدا. بس هل كان حد متوقع ان الكابتن حسام حسن يطبق افكار تكتيكيه مختلفه ولا ما جاش في بال حد خالص؟ لا خالص، ما حدش كان يتوقع ده. ليه شخصيه حسام حسن ما قبل كاس العالم اختلفت تماما، كانت مختلفه. حسيت ان الكابتن حسام قدر ان هو يغير من طريقته ويغير من نفسه ويغير في طريقه التعامل مع اللعيبه كمان. بالظبط. طيب حلو قوي. السؤال ده بقى سؤال وجهه نظر. تمام. قولي لي ايه رايك في وجهه النظر دي اللي هي بتقول مش شرط تبقى لعيبه كوره عشان تعرف تتكلم كوره؟ يعني مثلا كمثال كابتن محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب، هو راجل ما لعبش كوره، راجل كان مدرس في بلجيكا ودخل مجال الكوره بشكل اللي هو بيحب الكوره فدخل المجال. فليه دايما بيطلع علينا او بيطلع لعيبه كوره كتير بتقول انت ما لعبش كوره فما تتكلمش؟ انا ما لبسش شورت وفانيلا ما اتكلمش في الكوره. جيسفالدو فيريرا ما لعبش كوره ومع ذلك الراجل طور لعيبه مدربين كتير. مورينيو ما لعبش كوره. انا اول مره اعرف ان فيريرا ما لعبش كوره. معلومات دي لا فيريرا ما لعبش كوره. هي مش بالضروره. الكوره دلوقتي بقت مختلفه عن زمان. الكوره دلوقتي بقت علم. حلو. النهارده انت المدرب لازم يبقى عارف الجزء البدني بتاع اللعيب، الجسم بتاع البني ادم ده بيشتغل ازاي، الادرينالين عنده مدته في الجسم عامل ازاي عشان اقدر يعني اوظف. في لعيبه كتلتها العضليه ضخمه بالظبط ومع ذلك ما بتقدرش تكمل، وفي لعيبه كتلتها العضليه صغيره زي ميسي، راجل كتلته الجسمانيه كلها يعني حاجه صغننه خالص ومع ذلك مهاري. لو تفتكر ايمن حفني، مصطفى فتحي، اللعيبه المهاريه دايما هتلاقي الكتله العضليه بتاعتها مش يعني ضعيفه، مش قوه. فانت لازم تشتغل. واحد زي كريستيانو رونالدو، الناس لو ترجع لتاريخه من اول ما بدأ، كريستيانو شخص اشتغل على نفسه بدني كويس جدا مع تطوير الجزء الذهني وتعلم. صحيح. فالنهارده كريستيانو رونالدو من افضل ومن اعظم اللعيبه اللي لعبت كوره واللي مرت على تاريخ كاس العالم، بيسجل في 5 نسخ متتاليه. صحيح. 20 سنه. راجل حرفيا يعني في ناس بتشوف ان التصريح الاخير بتاعه فيه نرجسيه، بس الحقيقه لا، هو الراجل حط كل حاجه في مكانها. لولا كريستيانو رونالدو ما كانش منتخب البرتغال ياخد اول بطولة يورو في تاريخه. لولا كريستيانو رونالدو ما كانتش البرتغال النهارده تبقى موجودة. لو انت بصيت على تاريخ البرتغال في كاس العالم ما قبل رونالدو اعتقد كانت نسخة او 2 اللي شارك فيها، لكن ما بعد رونالدو انت متواجد، البرتغال دي موجودة. وفكرة الناس اللي فاهمة ان المنتخبات الأوروبية لازم تبقى موجودة، افكرهم ان دي 3 نسخة على التوالي منتخب ايطاليا مش موجود. بالظبط صح. يعني انت ضد وجهة النظر اللي بتقول ان عادي انا ممكن اكون بتكلم في كوره وما لعبش كوره؟ بالظبط. لكن انا يعني هاخد الجزء ده ممكن يبقى متوافق في نقطه واحده بس، الاسترس اللي جوه الملعب. ماشي. بس انا ما اتحطتش في الضغط ده. لكن ده برضو انت بتتعلمه مع الخبره، بتتعلمه مع الوقت، بتتعلمه مع التمرين، مع خبرات المدربين. بالظبط. حلو قوي. طيب السؤال اللي بعده، موافق ولا كاونتر اتاك لابد من وجود سكاوتنج ديبارتمنت قوي داخل نادي الزمالك الفتره القادمه، ونادي محتاج يركز على استقطاب لاعبين زي اخوان بتزيرة؟ قطعا طبعا موافقه جدا. طيب عايز ايه رايك؟ لانه لسه من سؤالين، لولا استعانة كابتن حسام حسن بمحلل الأداء ما كانش نجح النجاح اللي احنا شفناه النهاردة، انك توصل تعدي دور المجموعات، تحقق أول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم، في مشاركته في كاس العالم، تكسب استراليا وانت رايح ضربات جزاء ووقت إضافي وتعمل أداء قوي قدام الأرجنتين. طب ليه في نغمة بتقول ان الكابتن حسام ما نجحش النجاح اللي هو يخلينا نفرح بالشكل ده، واحنا مجرد بس كسبنا نيوزيلندا فايه رايك في وجهة النظر دي؟ طبعا الخبرة. يعني خلينا نقول ان دي يمكن اول مرة كابتن حسام يتحط في هذا الضغط. الجماهير كانت بتبقى مقفله الملعب. انت برضو منتخب نيوزيلندا واستراليا عندهم قوه بدنيه مختلفه عننا، ستايل الحياه نفسه مختلف. والناس اللي هتسخف من انه ستايل الحياه مهم والاكل. تبص على منتخب النرويج، الناس جايه من النرويج باكلها مع حاجتها باكلها لانه الاكل
ده مهم جدا في تكوين العضلي، في الدورة الدموية، في نسبة الدهون في الجسم، في نسبة المية في الجسم. صحيح. في معدلات النوم، في أكل ممكن تاكله ما يخليكش تعرف تنام. صحيح. وفي أكل بتاكله بتنام كأنك يعني مغمى عليك في حالة إغماء. صح. أنا أفتكر في ماتش للزمالك كنا رايحين ماتش مع الأهلي ديربي في برج العرب. ربنا يمسيه بالخير بقى مستشار مرتضى منصور عزمهم الساعة 2 بالليل على أكلة سمك. اللعيبة تاني يوم مش شايفة، منفوخين، مش شايفة اللعيبة اللعيبة نايمة. فطبعا لا، لايف ستايل بتاع اللعيبة والنظام الغذائي وكل حاجة حواليهم طبعا. طيب هايل. السؤال اللي بعده، اتفضل. موافق ولا كاونتر اتاك رحيل تريزيجيه بمثابة ضربة قاسية للنادي الأهلي؟ وده ببساطة لأنه هداف الفريق وصاحب مستوى ثابت ومعروف بالولاء والانتماء والاجتهاد الدائم في الملعب. طبعا موافقة طبعا. عندك وجهة نظر؟ لأنه السنة اللي فاتت، في الموسم اللي فات تقريبا تريزيجيه من اللعيبة القلائل اللي تعدوا على أصابع الإيد الواحدة اللي حرفيا كان بيلعب من قلبه. شفنا حتى رد فعله لما المباراة الأخيرة بتاعتهم في الدوري انتهت، كان يعني مستني نتيجة ماتش الزمالك وسيراميكا وماتش بيراميدز. الراجل كان زعلان فيه لعيبة تانية. طالما يعني أنا أسفة، طالما يا باشا فلوسي في البنك خلاص، يعني الدنيا وما فيها يعني. الدنيا وما فيها. لكن تريزيجيه لا بالعكس، يعني قيمة فنية وانتماء. والناس اللي هتقول طب ما هو لو كان منتمي كان يتنازل عن العقد، فارجع اقول لك ان العقد شريعة المتعاقدين. مش هو اللي راح فرض نفسه على إدارة النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي اللي عرض عليه الرقم ده. وبالتالي انت النهارده بترجع في اتفاقك، فانا همشي. طب هل تعتقدي ان السبب وراء رحيل تريزيجيه سبب اداري او اقتصادي ولا تخفيض العقود؟ تخفيض العقد، مش فني، مش سبب فني. لا تخفيض العقد. اوكي. حاسس الموضوع اللي هو كبر مع وجود زيزو، مع وجود امام عاشور، فبالتالي اصبح فيه يعني شويه حساسيه في الحته دي. طبعا يعني انا النهارده لما ابقى لعيب، يعني هقول لك امثله. امام عاشور راجل محدش ينكر ابدا قيمته الفنيه، لا مع الفريق ولا مع المنتخب. لما يكون الراجل ده مثلا العقد بتاعه 16 17 وفي لعيب تاني بياخد مليون جنيه، سوري 100 مليون جنيه، هل دي نسبه وتناسب؟ لا مش منطقي. بالظبط. بتديه تقريبا يعني 20% من قيمه التعاقد. يعني انت بتديله اقل من نص العموله اللي بابا خدها. وانا لعيب مهم. فلا طبعا انا عندي كل نادي فيه لعيبه رقم 1 ولعيبه ناشئه ولعيبه رقم 2. بس ما بقاش الجاب كبير قوي كده. خصوصا ان انا يعني من الناس اللي انا المفروض ان انا افضل لاعب في مصر، والناس كلها بتتكلم عني بشكل كويس وعندي وفارق في المستوى. يعني امام لما بيقرر انه يلعب، احنا كلنا بنشوف اداء النادي الاهلي عامل ازاي. صحيح. لما بيقرر انه لا، زي عبد الله السعيد رحيله عن النادي الاهلي عمل فتره من الفترات فجوه انه مفيش حد بيوصل الكوره من الخط الخلفي للخط الامامي. بالظبط. صح. طيب السؤال اللي بعده سؤال وجهة نظر. ايه رايك في قرار مطالبه الاتحاد المصري للاتحاد الافريقي بزياده عدد مقاعد الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه؟ بص، هو حق يراد به باطل. بمعنى ماشي، عادي جدا ان انت تزود عدد المقاعد علشان تشرك عدد اكبر وتعمل تنافسيه اكتر في البطوله. زي بالظبط ما زادت عدد المقاعد في كاس العالم، وزي ما في مقترح دلوقتي انه كاس العالم النسخه الجايه يوصل 64 منتخب. تمام. لكن السؤال هو المفروض ان انا اعلن عن ده في بدايه المسابقه ولا في نصها ولا في اخرها؟ في الاول. ماشي، وجهه نظر. تمام. ليه؟ لانه في لا، ده غير الشفافيه. في انديه رمت الفوطه خلاص، ما انا كده مش واصل مربع ذهبي، فابقى سادس سابع مش فارقه. لكن النهارده لو انا عارف من بدايه المسابقه ان انا في اول 3 اروح دوري ابطال، ال3 التانيين بالظبط لاخر لحظه. صحيح. يعني الاتحاد الدولي في نسخه كاس العالم الاخيره 2022 قال انه النسخه القادمه نسخه استثنائيه بزياده عدد المنتخبات ل 48. فالاتحادات بتاعه الدول يعني اشتغلت، اللي بقى جاب مدير فني اجنبي، اللي مش عارف. يعني مثلا احنا لو بصينا على اوزبكستان مثلا، مين المدير الفني بتاعها؟ كانافارو. اوكي. تمام. ماشي. ليه اوزبكستان قررت انها تجيب مدير فني وكانافارو برضو عقده مش قليل؟ لانه كان عندها طموح بقى، ايه ده عدد المنتخبات زاد، فانا ليا فرصه ان انا ابقى موجود. شفنا الاردن راحت جابت
السلامي المغربي جمال السلامي، علشان الراجل انا عندي فرصه ان انا اكون من ضمن المتاهلين من اسيا وهكذا. حلو. فطموحات وطريقه الشغل بتاعه المنتخبات بقت مختلفه لانه بقى فيه طموح. لكن لو هي زي ما هي العدد القديم 32 خلاص يعني في ناس حفظت اماكنها، وبالتالي ده بيحصل في الانديه. انت بتبتدي البطوله زي بالظبط الاخطاء التحكيميه او تعديل القرارات في الفيفا. حلو. لما بيجي يقرر حاجه تحكيميه برضو بتطبق من بدايه البطوله مش من اخرها. ما ينفعش اجي في نص الموسم اقول معلش الحكم مش هيطلع غير كارت اصفر بس مفيش طرد. ماشي. طب انت اللي اتطرد بقى في اول المسابقه وضعه ايه؟ ما ينفعش. فانت تعلن ده في بدايه المسابقه. التعديلات 1 2 3 والمتاهلين هيكونوا كذا فريق، وبالتالي اللعيبه الانديه تقدر تشتغل على ده. في انديه بس يهمها ان انا ابقى في المنطقه الدافئه، وفي لا بس انا لو قلت ان انا عندي 6 مقاعد، المصري يبقى عنده طموح والاتحاد يبقى عنده طموح، الانديه الشعبيه كمان ترجع عندها طموح، لكن اجي في النص. طب هنعكس السؤال عفوا يعني لا طولت. ماشي. لو الزمالك الثالث واتقال مقترح زي ده، كان رد الفعل في الطرف الثاني كان هيكون ايه؟ الانديه المنافسه كانت ممكن تعترض وبشكل كبير كمان، بس انا من وجهه نظري شايف ان ليه لا يا جماعه؟ طب احنا دلوقتي عندنا تنافسيه شديده جدا في الدوري مع دخول بيراميدز كمان في المنافسه بالظبط. يبقى كده عندنا اهلي زمالك بيراميدز، عندنا مصري بورسعيدي، عندنا الاتحاد السكندري زي ما انت قلتي. فبالتالي انا ليه ما استفادش بالشكل ده على اللونج ران او على المدى يبقى من بدايه الطويل البطوله، من بدايه الموسم مش من نهايته. مش في نص، احنا كمان يا ريتك في نهايته. انت في النص، انت دلوقتي في المرحله اللي هو المقترح خلال الشهرين اللي فاتوا كان ايه؟ انه الزمالك مش هيطلع الرخصه فالاهلي هيروح مكانه. طيب الزمالك بيخلص فاحنا نشوف لها بقى تأييفه تانية، نفس بالظبط التأييفه بتاعت اصل الزمالك انسحب فاخصم 6 نقاط، بس الاهلي انسحب فاعمل ظروف قهريه. كمان الظروف القهريه دي انها حاجه مش بايدي، عواصف، كوبري بتاع الطريق وانا رايح اتهد ومفيش مكان تاني، لا قدر الله مش عارف، لا حادث انفجار. لكن انا فريق طلعت من الفندق بالاتوبيس بتاعي بدل ما اروح استاد القاهره في الملعب، لا انا قررت اروح الفرع بتاعي في مدينه نصر. فين القهريه في الموضوع؟ ما فيهاش قهريه، بس احنا بنأيفها. لو انت عايز مسابقه مستقيمه وماشيه صح تعلن كل الشروط من بدايه الموسم وكل حاجه تبقى باينه وواضحه ومعلنه. ما اجيش ابص الاقي في نص الموسم انا بتفاجئ بحاجه جديده طبقها السنه الجايه، ايه المشكله؟ بس انا لما ابقى ثالث واروح دوري الابطال ما اسمعش اللي بيقول لي نظريه مؤامره. ماشي، وجهه نظر. مع ان زي ما قلت لك شايفها ان احنا لابد ان مصر يبقى ليها اكتر من قاعدين في دوري ابطال افريقيا. بالظبط. لان الدوري المصري مع الدوري المغربي مثلا والدوري الجنوب افريقي هم اعتقد من وجهه نظري هم 3 اقوى دوريات في افريقيا يعني. بالظبط. فاحنا ليه بقى عندنا مقاعدين بس مثلا في دوري الابطال، ومثلا الدوري اللي هو اي دوري مش مصنف يبقى عندهم برضو مقاعدين. فانا شفتها من وجهه نظري اللي هو لا، في تنافسيه شديده عندنا، فليه ما يبقاش عندنا اكتر من مقاعدين؟ طبقها النسخه الجايه بس من بدايه الموسم عشان تبقى كل الانديه عارفه بتشتغل وبتتعاقد على طموحات ايه. ما انا طموحي عشان اروح دوري ابطال غير طموحي وانا يا دوب بس عايزه ازق كده في الكونفدراليه، غير طموحي ان انا يعني ابقى بس في المنطقه الدافيه اطلع قدام شويه. يعني لو تفتكر من كام سنه الاتحاد كان في موسم كان بيصارع على الهبوط. الموسم اللي بعده لما تم الغاء الهبوط بدأ يدعم ان انا ابقى في نص الجدول حقيقي. بعد شويه بقت طموحاته مختلفه، زي المصري لما راح الكونفدراليه لا احنا بقى بنصرف لان انا خلاص الطموح بقى مختلف. بالزبط. فده يبقى في بدايه الموسم مش في نهايته، لان كده بتظلم الانديه اللي خلاص اكتفت ان هي تبقى رابع بقى ولا سادس، مش هتفرق، سادس من رابع من يعني خامس من سادس من سابع من عاشر مش فارقه حقيقي. فانت كده ضيعت مجهود فرق تاني حقيقي. طيب حلو قوي. السؤال اللي بعده، موافق ولا كاونتر اتاك؟ مصطفى محمد اخطا في قراره بعدم الانضمام لتدريبات نادي نانت، وعلى اللاعب تدرج اخطاء سريعا من اجل الحفاظ على مسيرته في اوروبا. طبعا موافقه. طبعا عندك راي؟ ما يكررش غلطه شيكابالا مع سبورتنج لشبونه. شيكابالا مع سبورتنج طبعا. لان شيكابالا كان مصر انه يروح سبورتنج، كلنا سامعين يعني وفاكرين المكالمه الشهيره. ومع ذلك لما رجعوا يلعبوا المباراه المئويه مع نادي الاتحاد ما رجعش وما التزمش، وكان شايف انه دي مشكله بقى اللعيب المصري لما بيطلع من مصر نجم. لما بيروح بره بيتخض انه مش نجم بره زي ما كان نجم هنا. الناس ما بتجريش عليه. على عكس اللي خرج من هنا صغير فبدأ يشتغل زي محمد زيدان. يعني محمد يمكن لولا الإصابة
كان مشواره كان اختلف طبعا. احمد حسن الصقر، صلاح اخرهم صلاح، الراجل اتحمل ضغوط صعبه جدا لانه طلع من هنا مش نجم. امام عاشور بقى على العكس لما راح ماتلاند هو طلع من هنا نجم، ما استحملش الظروف. سيبك من الجو برد ايه هم ما لقوش النجوميه اللي بيشوفوها هنا. فلا انا مش عايز ده، انا عايز امشي هنا والناس تجري عليا وتتصور وبتاع واطلع في برامج وبتاع، لكن هناك ما فيش الكلام ده. يعني وخير دليل لو بصيت على استقبال منتخب النرويج بعد ما خرج من كاس العالم عادي، احنا سلمنا وهاي باي كل واحد راح شاف شغله. يعني سؤال وجهة النظر، ايه رايك في صفقه انتقال حسام عبد المجيد لو تمت لنادي لودو جوريتس البلغاري؟ وهل شايف ان الصفقه دي مفيده لحسام ومفيده للنادي لو تمت؟ هتبقى مفيدة للنادي لو النادي قدر يستغل البنود المادية زي ما عملها قبل كده في خروج مصطفى محمد. ماشي. إن مع كل انتقال الزمالك بيستفيد. ماشي. تمام. قصة بقى الناس اللي بتقول يعمل شرط إنه ما يرجعش في مصر، جماعة أنا ضد فكرة إن أنا أحط شرط للعيب إنك ما ترجعش على النادي الفلاني. ماشي. ما كانتش يعني ما وقفتش على اللي قبله عشان تقف عليه. لو تفتكر امتداد بقى من كهربا لأشرف بن شرقي لزيزو لاخوان بيتزيرا، ما وقفتش على اللي فاتوا عشان تقف على حسين. اخوان بيتزيرا مشي ولا ايه؟ لا يعني اقصد ان انت لما مشيت واحد جبت النسخه الافضل. ايوه فاهمك. تمام. ولو مش اخوان بيتزيرا انت هتعرف تجيب. دي الفكره ما بين انا جمهور الزمالك بيحب بيتزيرا قوي. طبعا يعني وعلى فكره الراجل من اول ماتش اندمج جدا مع الجمهور حقيقي. بس اقصد معلش اصل انا مش مضيه اخوان بيتزيرا على 100 سنه. وارد عقده يخلص ويجي له نادي افضل. احنا كان عندنا زمان ايمانويل امونيكي لما مشي من الزمالك راح فين؟ برشلونه. معلش يعني هو اخوان بيتزيرا ما يجي له نادي احسن ولا نادي بنفس القيمه اللي بياخدها في الزمالك بس في البرازيل في بلده الافضل له ايه؟ هيرجع بلده. صحيح. لكن يروح بقى النادي الفلاني لا انا ضد ده. جماعه اللي عايز يبيع مع السلامه الباب مفتوح. مش هنمسك في رجل حد علشان ما يروحش يمضي في النادي الفلاني. يروح. كان اللي قبله نجح عشان هو ينجح مفيش مشكله. لكن الزمالك يستفيد ماديا لازم يستفيد ماديا. طب هل خطوه اصلا لودو جوريتس دي خطوه هتبقى موفقه؟ يعني هل انت شايفه اصلا ان النادي يرتقي لطموح لاعب في كاس العالم ولاعب عنده بوتنشال وقدم مستوى رائع في الموسم السابق لنادي الزمالك؟ هل انت شايفه الخطوه دي اصلا مفيده للاعب ولا كان ممكن يروح مثلا للدوريات اللي هي مثلا نقول الصف الثاني في اوروبا زي الدوري البلجيكي، الدوري الهولندي، الدوري البرتغالي مثلا؟ رايك ايه في الموضوع ده؟ هو اعتقد كمان في عرض تاني كلوج روماني اعتقد يعني حتى كمان ماديا هو اكتر من الصفقه الحاليه تقريبا 180,000 يعني بقى رقم قليل. لا ما معلش ما 180,000 بالتعويم يفرق. ماشي. يفرق. احنا عندنا قضايا كانت في الفيفا ب$20,000 فال 180 يفرقوا. ماشي. لكن انا اقدر اقول ده يرتقي لطموحاته. انا ما اعرفش طموحاته ايه. في لعيب طموحه ينجح، في لعيب طموحه فلوسه في البنك تزيد. حلو قوي. تمام. فاللعيب بالنسبه له لما اروح العب 3-4 سنين كل سنه حتى لو ب$500-600 ألف دولار يعني مش عارف بكم ب30-40 مليون جنيه مصري بالنسبه لي تمام. في واحد تاني لا عايز ينجح، عايز يكون لعيب كبير، عايز يظهر. يعني حمزه عبد الكريم على سبيل المثال. ماشي. حمزه رفض هو ووالده انه يطلع في البرامج التلفزيونيه. ماشي. على الرغم انه كان ياخد منها فلوس. ليه؟ لان الراجل عايز يركز في حاجه. اوكي. في واحد تاني بيقول لك انا ما شفتش بنتي بقالي 3-4 شهور. طب يا حبيبي انت رجعت من البطوله بقى خلاص روح اقعد مع بنتك. لا انا هطلع برنامج عشان يدفعوا فلوس. ماشي. وجهة نظر. فطموحات اللاعب هو اللي يحكمها مش انا. ماشي. طيب السؤال اللي بعده سؤال وجهة النظر بقى. ايه رأيك في قرار مشكلة انا والله العظيم كلها وجهات نظر. طب انت ايه رايك بقى في قرار تقييم تاسيس شركه الكره في الزمالك بمبلغ $35 مليون؟ هل المبلغ ده اصلا يعني يساوي القيمه التسويقيه والتجاريه نادي الزمالك في افريقيا، ولا هل من الممكن ان القيمه تزيد شويه مثلا توصل ل $100 مليون؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ هو فخ ليه بقى؟ يعني وفقا للمعايير الاقتصاديه المعروفه مثلا اعتقد ان الرقم قليل جدا يعني بصراحه. فخ لانه انت للاسف الفريق مديون. ماشي. تمام. الرقم ده ممكن يوصل ل50 لو الطرف الآخر أو الطرف المستثمر سدد خلصني من الديون. يوصل ل50 يوصل ل50 لو هو سدد الديون. وبالمناسبة هي الديون مش ديون فيفا بس، في مستحقات لعيبة لسه ما خدتهاش 25% بتاعت نهاية الموسم اللي فات. تمام. فأنت خلص القضايا كلها لأن برضو أنت لحد دلوقتي مجدول
انت ما قفلتش نهائي. انت قفلت نهائي اللي هي القضايا اللي بارقام صغيره. قضيه سياسي جدولت لسه ما هو كله بجدول، هو كله متجدول. حتى صلاح مصدق خد 400 ومفروض 400 التانيين في بدايه اغسطس. كل يعني كل القضايا مجدوله، ما عدا اللي هو مثلا مساعدين جوميز كانت ب3 مساعدين ب$60,000، فده رقم يعني عبيط. ماشي. وساعتها بالمناسبه حتى الابلكيشن يعني هو اللي ساعد بجزء كبير فيها عن طريق الجمهور. ابلكيشن زملكاوي. لكن الارقام الكبيره لا، انت مجدولها. فتعالى سدد المديونيه القديمه، مش عارف ساسي ليه 600,000 او حتى بعد التنازل وصلوا $500,000. نضاي مش عارف مليون وكام، عمر فرج مليون، فاهم؟ فتيجي تبص تحسبها مثلا تلاقي فيها كمان $10 مليون. ماشي. فتبقى التوتال يعني يبقوا 60 مع بقى زياده النسبه للزمايل. بالظبط. بس اهم حاجه انا اتمنى انه حتى لو نسبه المستثمر اعلى، عشان بس في ناس عماله تروج مقوله كده شهيره، يعني بيقول ممكن في شركه الكره تتباع للصهيوني. دي جمله جديده يعني. انا كان يعني كاداره نادي لازم يبقى ليا شرط التحكم، لانه المستثمر اللي عايز يكسب. ماشي. انا النهارده عندي خوان بيتزيرا على سبيل المثال، افضل لاعب في الفرقه دلوقتي. خوان بيتزيرا في الفرقه ولا في الدوري؟ في الفرقه، انا بتكلم على تقييم الفرقه. اوكي. الراجل دلوقتي في الفرقه افضل لاعب. ماشي. نفترض جينا في فتره الانتقالات الشتويه، الراجل ده جاله عرض $5 مليون. ماشي. بالنسبه للمستثمر مكسب ولا مش مكسب؟ مكسب. بالنسبه للفرقه يعني نص نص. خساره. بالنسبه للفرقه فنيا لا، مش هتعرف تعوضه. بالظبط. فالمستثمر ممكن يبيعه، يقول لك عشان اكسب فيه، انت جايبه ب2 مثلا او ب1.5 مليون، فانا بالنسبه لي فيه مكسب. والفرقه مش مهم، وانت تبقى ساعتها بقى في عز المعترك بقى بتاع دوري الابطال والدوري. فلا، لازم الاداره يبقى لها الابر هاند في قصه بيع اللعيبه والموافقه عليها، خاصه لو ده هيأثر على القيمه الفنيه للفريق. هل الخطوه دي اصلا كانت جت متاخره؟ خطوه التاسيس متاخر في الكوره، متاخر في الارض. لا، احنا متاخرين كتير للاسف. متاخرين كتير. طب الزمالك ازاي هيقدر يعوض في الموسم الجديد رحيل بعض اللاعبين اللي بيحصل ده؟ وهل اصلا من الممكن ان الزمالك يقدر يستقطب لعيبه من الدوري نفسه، من انديه الدوري، ولا هيبص بره؟ انت شايفه ايه؟ هو في الدوري برضو للاسف ما فيه يعني الفروق كلها قريبه من بعض. ماشي. انت محتاج تبص بقى بره شويه. ممكن تبص حتى على اللعيبه القطاع الناشئين. احنا شفنا محمد ابراهيم لما خد فرصه، شفنا السيد اسامه في ماتش مهم نهايه الموسم، وده كان ماتش يعني انت لو لا قدر الله كنت خسرت والاهلي كسب وبيراميدز تعادل، كان الاهلي خد الدوري. او لو بيراميدز يعني انت برضو لحد اخر الماتش انت كان وارد مع اي نتيجه سلبيه بالنسبه لك انه اي حد تاني ياخد الدوري. ومع ذلك اللعيب يعني اخد ثبات انفعالي وادى مباراه قويه. فانت محتاج برضو تبص على القطاع بتاعك. محمد السيد ويوسف الفرنسي، انت لو كل سنه يعني طلعت 3 شاركوا معاك بشكل اساسي. ما هو حسام اللي احنا هيمشي دلوقتي كان لسه من 3-4 سنين طالع من القطاع حقيقة. فانت لو كل سنه طلعت 2-3 مش هتسمع الارقام الخزعبليه اللي انا بجيبها من بره. يعني في لعيبه، محمد بن رمضان النادي الاهلي عايز يسوقه وقال لهم لا سيبوني انا اجيب عرض، عرفنا عنده عرض من الدوري المغربي، بس ليه يرجع الدوري المغربي ياخد 350 ولا 400 الف دولار؟ فهو عايز ياخد ارقام اكتر. اللعيبه لو انت بصيت على اللعيبه اللي طلعت من الدوري المصري رجعت تونس والمغرب تاني بتاخد ربع الارقام اللي كانت بتاخدها هنا. ارقام قليله بالظبط طبعا. انما احنا يعني مغاره علي بابا. طب ليه محمد علي بن رمضان الاهلي مش عشان متمسك سقف التعاقد؟ عشان سقف التعاقدات. الموضوع مش فني، لا عشان سقف التعاقد اغلب. وعلى فكره زيزو كمان بيقول لك انا محتاج اطلع اعاره سنه علشان استعيد مستواي. طب ما هو زيزو بيلعب اوريدي. لا يستعيد مستواه، هو بيلعب حاجه وانه مستواه نزل دي حاجه تانية. طب هو ايه الفرق ما بين استعاده مستوى زيزو في مصر واستعادته في بره مصر، الخليج مثلا؟ تحديات انت شايله من قصه زيزو دي لحد لا خالص. لا بقول لك ده تصريح هو قال، بس خلينا هم يعني الامور بتحاول تتغلف بان انا بستعيد مستوايا، اصل اللاعب عنده فرصه احتراف، اصل مش مرتاح. بس هو السبب في الاول وفي الاخر هي اوضه اللبس اللي كانت متصدره لنا من سنين. اصل فرجاني لو جدد هيبوظ اوضه اللبس، اصل مش عارف مين لو جدد هيبوظ اوضه اللبس. راح لاعب واحد ضرب اوضه اللبس بمفك. حسيتي ان موضوع القيم والمبادئ ده انهار مع دخول بعض اللعيبه في النادي الاهلي من زمان طبعا، من اول دخول يعني ظهر بشكل اوقع من اول التعاقد مع امام عاشور، ثم الاثنين اللي كانوا جنبه على الترابيزه.
طب خلينا نرجع تاني لماتش الارجنتين. تقييمك ايه للمباراه دي بشكل عام؟ ويعني خلينا نبعد عن موضوع الاخطاء التحكيميه، لان الموضوع ده اصبح متداول بشكل كبير، وكلنا عارفين ان كان في مشاكل تحكيميه كبيره واخطاء كبيره من الحكم اللي هو لوتو كسيه ده، الحكم الفرنسي. انت شايف ازاي اداره المباراه على المستوى الفني، وان كابتن حسام قدر ان هو يوقف مفاتيح لعب كبيره جدا في منتخب الارجنتين لمده تقريبا 75 دقيقه؟ طبعا. ازاي شفتي الماتش وتقييمك ايه للماتش؟ ولو في حاجه نقدر لو نرجعنا بالزمن مره تانية نقدر ان احنا نتدارك الاخطاء دي، ايه هي الحاجه دي؟ طيب المباراه انت قدمت مستوى جيد جدا، الكل اشاد بيه مش في مصر بس. بالزبط. احنا شفنا ده تويتر كان مقلوب. لا ونجوم كبار يعني واين روني لقيناه بيتكلم، تيري هنري بيتكلم، حكام في يعني في أندية مختلفة وفي دوريات مختلفة. مارادونا طلع من قبره صراحة. لا وخلي بالك المستوى بتاع الأرجنتين برضو كان متراجع من الماتش اللي قبلنا بتاع كاف فيردي. ما كاف فيردي برضو حطتهم في حرج وضغطت عليهم. بالظبط. بس انت يعني كابتن حسام للأسف كان عنده خطأ مستمر من بداية البطولة، هي التغييرات. يا إما بتتسرع يا إما بتغير غلط. يعني احنا في اول ماتش انت اتسرعت وبالتالي تغييراتك خلصت. لا الماتش التاني وحسام عبد المجيد نزل خد كوع يا حبيبي كده، فانت اضطريت تعمل تغيير فيخضع للبروتوكول انه يعدي عليه 12 يوم او 10 فطيب احنا بدأنا نبطئ التغييرات، بدأنا نعملها غلط. انا شايف لعيبه عندي مش او 2 لعيبه عندي مش في مستواهم اصلا. حلو قوي. عمر مرموش واحمد سيد زيزو بينزلوا بيتصرفوا في يعني الفينش، يا اما الفينش سيء يا اما الاستخدام بتاع الكوره سيء يا اما التحرك سيء. يعني الناس اصلا مستغربه ان مرموش ما كانش مركز في كاس العالم، خصوصا هو لسه مفنش مع السيتي كويس والدنيا تمام معاه وفايق. طب ايه اللي حصل؟ العتبه الجديده. مالهاش علاقه لا لا يعني انا اسفه والله مع حبي الشديد لكابتن حازم امام. كابتن حازم اتجوز من هنا ما شافش يا حبيبي قدامه تاني. كابتن حازم الصغير الكبير لا والراجل كان محدد فرحه، وارد يكون بقى كان عليه اقساط العفش ولا حاجه ماشي، بس هو كتب كتاب وسافر على طول يعني ما قعدش، فاهمه؟ هي اقدام. هو محدد الفرح بعد النهائي بيومين. ماشي. فوارد لا يعني بجد ممكن يكون هو يعني مشغول، تفكيره مشغول. ممكن يكون المرحله الداون بتاعت اي لاعب. اللاعب بيجيله فتره يعني كان نجم بطوله افريقيا كاس الامم، فعنده يعني اللعيبه دايما بتاخد مرحله داون كده مش مبرره، وارد تكون دي. لكن انت جربته مره واثنين وثلاثه ما جابتش. يعني اعذره مثلا في تغيير التريزيجيه، لان تريزيجيه المباريات اللي قبلها ادى بشكل جيد، ماشي، فده سوء توفيق في مباراه. حلو قوي. لكن حد بينزل مره واثنين وثلاثه واربعه وانفراد والحارس نام قدامه وبقرر ان انا ما اعرفش اعمل بيها ايه، فانزله تاني. انت شايف ان انا خلاص منتخب الارجنتين ضاغطني، انا حرفيا بدافع ب10 غير الحارس. مصطفى شوبير ما شاء الله الله اكبر يعني عامل بطوله هايله، بس في الماتش ده شال كور كتير ورا بعض، فده كان جرس انذار ان في حاجه غلط. في دفاعيا عندي مشكله، ما عنديش حد يمسك كوره. وحتى لما بدات هيثم حسن مستواه ينزل كان لازم انزل حد بنفس الكفاءه او حد صداده في نص الملعب حتى لو هيطرد. يعني عارف مش مشكله يطرد. محمود صابر بقى، دونجا، ابراهيم عادي، يعني نزل حد يقفل لك نص الملعب. نزل حسام عبد المجيد يقفل لك العرضيات، يجيب لك العرضيات، لانه اللعيبه خلاص يعني استنفذت. هل كان ممكن مثلا نرحل حمدي فتحي شويه لقلب الملعب يلعب على الدايره ونلاعب حسام عبد المجيد جنب ياسر او رامي؟ طبعا. ما هو حسام ينزل قلب دفاع مش نص ملعب، مش زي مباراه استراليا. هو بالمناسبه كان منزل حسام بشكل ما يعني انه عشان يمسك في سومر شويه. يعني احنا الاثنين طوال زي بعض نعرف نتفاهم، وفي نفس الوقت عشان ثباته في ركلات الترجيح. لكن انت في المباراه دي انت كان لازم تقفل. شايف عرضيات عرضيات عرضيات، يبقى لازم اجيب حد طويل. خاصه ان اللعيبه اللي عندي بقتش عارفه تعمل جامب، فمش عارفه تجيب الكرات العاليه. الزحمه بتاعه قلب الدفاع، العدد الكبير والتكدس ده، ما طبيعي حارس المرمى هيشوف الكره منين؟ صح. في ضلمه يعني، حط ايده فيها، يعني شوبير حط ايده فيها يعني بالظبط تحسب له كمان يعني. وهقول لك برضو على حاجه، احنا خسرنا المباراه تمام، بس يعني طلعنا بمكاسب اخرى. انت النهارده كل العالم بيتكلم على ماتش مصر والارجنتين. ايوه صح. تمام. المغرب طلعت الدور اللي بعدنا، حد حس بالمغرب؟
لا. حد اتكلم عنها؟ مش عشان هي كانت طالعه رابع النسخه اللي فاتت، بس عشان المغرب يعني عفوا المغرب خدت 2 من استراليا من فرنسا كده زي السلام عليكم، لا صدت ولا ردت. بس بصراحه الفوارق الفنيه ما بين فرنسا والارجنتين يعني كبيره، والفوارق بيننا وبين سويسرا برضو كانت هتبقى كبيره يعني يعني كنت برضو هتشيل 2 3 برضو وانت لا بتصد ولا بترد، كان يبقى شكلك برضو سيء جدا. لا بس كان ممكن الدنيا تمشي قدام سويسرا يعني. اصل سويسرا مش لا منتخب ما انت مرعب مفاتيح يعني. اللعب اللي عندك اصلا كلها خلاص شطبت. يعني امام طلع مصاب، هيثم مصاب، قبلها انت معاك الباك ليفت بتاعك اللي كان وينج في احيانا كتير احمد فتوح مش موجود، فانت عمال كل ماتش عمال بتفقد اللعيبه. حتى صلاح لو انت خدت بالك في اخر 20 دقيقه الراجل مبقاش عامل، يعني هو عمل سبرنتين مرتين ومش سبرنت بالمعنى المعروف، وكان بياخد الكره اديها لهيثم ينطلق في الجونين، الجون اللي يعني اتلغى والهدف الثاني. لكن اجمالا ما كنتش هتعرف تصد يعني. ما برضو الكتله العضليه عندنا والمجهود البدني والاحمال الاعداد البدني مختلفين عن اوروبا خالص. احنا على الله حكايتنا فعلا. اللعيبه بتاكل اي حاجه، وستايل الحياه بتاعهم ممكن يفضل سهران ل 3 4 الفجر ويصحى الساعه 2 3 الظهر. ده مش نمط حياه، لانه الجسم والخلايا بتاعت جسمك والعضلات والدوره الدمويه، فيجي لك فتره كده من اول الساعه 10 بتبتدي جسمك يهدى يهدى يهدى. ده وقت النوم. من الساعه 6 بتبتدي بقى يحصل نشاط. يعني ربنا يعافي الجميع. حتى اغلب السكتات الدماغيه والسكتات القلبيه بتحصل في الفتره اللي هي ما بين الفجر والضحى. ماشي. فيقولك لازم تصحى وتقوم وتتحرك عشان تتفاداها. انت دارسه حاجه في الحته دي؟ لا يعني سمعت دكاتره كتير اتكلموا عنها، يمكن عشان مريت انا بتجربه شبيهه شويه. فقالك لازم يبقى في حركه عشان الدوره الدمويه تبتدي تشتغل، فالدم ما يبقاش واقف، فما يحصلش الشوك اللي ممكن تحصل للعقل او يعني للمخ او للقلب، ويحصل صدمه ويعني توقفها وانت بتبقى نايم. فما حدش بقى في البيت هيصحيك يعني غير بعد ما يعني بيحسوا ان انت قعدت فتره طويله. ماشي. فاللعيبه بره عندهم نمط، بيصحى الصبح يجري، يفطر، يلعب يعني جيم خفيف على العجله او. لكن احنا لا اللعيبه بتبقى مريحه لحد الساعه 3. احنا بنروح نتمرن ساعتين ونروح. ده بجد يعني قليل ما هتلاقي لعيب بيشتغل على نفسه، قليل ما هتلاقي طارق حامد، قليل ما هتلاقي عبد الله السعيد. يعني حتى عمر جابر لما بدأ ياخد الخطوه ما اظنش انه كمل فيها. طب بمناسبة طارق حامد، ليه بيتم التقليل من طارق حامد في الوقت الحالي؟ وبنشوف كلام بيقول ان طارق حامد ده ما كانش لعيب على مستوى فني عالي ان هو يلعب في المنتخب، ومع المقارنة ما بينه وما بين مروان عطية، لا يا جماعة المقارنة بعيدة قوي، ومروان متفوق بمراحل. ايه رايك في وجهة النظر دي؟ متفوق من انهي اتجاه؟ يعني متفوق فنيا. يعني انا قريت ده على تويتر كتير، ولقيت الناس بتتكلم على الموضوع ده بشكل كبير، فما فهمتش يا جماعه هل احنا بنقارن ما بين طارق حامد في البيك بتاعه اللي هو لعب كاس عالم، واللي هو تم الاعتماد عليه في بطوله مهمه زي بطوله الدوري والكاس مع فريرا، وفي نفس الوقت الراجل اتطور بشكل كبير، ولا احنا بنقارن بشكل بيرجع بقى للانتماءات، ولا ايه بالظبط؟ انتوا شايفينها من انه ناحيه؟ فانا ما فهمتش بصراحه يعني. بس هو اصلا في سؤال تاني مختلف. هو انا بستدعي طارق حامد وطارق حامد لسه بيلعب؟ لا. هو انا بستدعيه ليه؟ هل حد ينكر قيمه جاتوزو مع منتخب ايطاليا؟ مستحيل. هو طارق حامد مستحيل طبعا. هو طارق حامد طبعا. نفس الطريقه، نفس الاتيتيود. طارق مع كل المدربين اللي كانوا ماسكين منتخب كان بيتم استدعائه. صحيح. كان اساسي مع كل المدربين اللي مسكوا الزمالك، مدربين الاجانب. صحيح. تمام. طارق حامد لما راح السعوديه، تمام، كانوا بيتغنوا بيه في السعوديه. كانوا بيحبوه في ضمك قوي. تمام. لا ومن قبلها في الاتحاد. بالظبط. قبلها في الاتحاد لما خد معاهم الدوري. بالظبط. شوفوا ماتش الاتحاد مع الهلال والنصر وشوفوا طارق حامد عمل ايه. بعد ماتش النصر كريستيانو رونالدو راح له. الراجل عنده يعني يا جماعه لعيب رقم 6 ده في كل يعني في كل الانديه، عفوا يعني والله مش تقليل، هو لعيب غشيم. ده الصداده بتاعت نص الملعب. بالمناسبه اخر موسم لطارق حامد مع الزمالك كان عامل، انا فاكره كويس قوي الاحصائيه دي كانت نازله على كوره ستاتس. كان الزمالك عامل حوالي 749 تمريره مفتاحيه كي باسز. تخيل طارق حامد عامل منهم كام؟ وبالمناسبه الموسم ده كله طارق يعني في ماتش واحد بس ما لعبوش نتيجه تراكم الانذارات. ماشي. ال 749 تمريره طارق حامد عامل منهم كام؟ اكتر من نصهم. طارق كان عامل 688 تمريره مفتاحيه، يعني تقريبا 90% مثلا لوحده.
طارق لوحده، وكان جنبه بقى فرجاني، وكان جنبه الوينجين لوحده، وده لعيب دفاع، ده لعيب مركز 6 مش مركز 8، مش لكن مش صانع لعب. امام عاشور، وكان جنبه بعدها امام عاشور، ومش صانع لعب، مش مركز 10. لما يعمل هو 688 تمريره من اصل 749، يعني بتتكلم انه الفرقه بقى بقلب الدفاع، ما احيانا قلب الدفاع ممكن يبتدي لك هجمه وممكن يعمل لك كي باس بالظبط، الكل مثلا عامل لك حوالي اقل من 65 تمريره. فلا يعني، واصلا فكره زي بالظبط السكريبت اللي اتوزع بعد ما رجعنا من كاس العالم، هو مصطفى محمد كان ينضم ولا هيثم حسن؟ دي مقارنه عارف كاني بقول لك النخل اطول ولا البحر اوسع. بقارن ما بين اتنين في بوزيشنز اصلا مختلفين انت تقارن مصطفى يبقى تحط جنبه مين؟ حمزه عبد الكريم. برضو دي على فكره بالنسبه لي مقارنه مش صحيحه، لان لا حمزه مش قصدي كمان على البوزيشن، على البوزيشن. هتحط هيثم، هحط لك جنبه زيزو حقيقي. انما بقى ان احنا نقعد نكلفتها والناس يعني هتاكل من الاونطه دي، لا. دي حاجه ودي حاجه، ده ليه مهام ودي ليه مهام. ممكن تقارن بانضمام عمر مرموش، اهو كان كابتن حسام حسن كان بيستغله كمهاجم وهمي، لكن تقولي مصطفى محمد. طيب اصلا المقارنه كمان منسوفه من البدايه، لانه زي ما انت مفترض انه مصطفى محمد ما كانش هينجح، انا هفترض انه كان هينجح. ما ينفعش افترض حاجه ما اتجربتش، يعني افترض اللي جربته. هل مصطفى محمد لما كان مع المنتخب ما كانش بيأدي؟ لا كان بيأدي، كان ناجح، بس وكان ماشي بشكل كويس بالظبط. انا ما ينفعش اقارن واخد نتيجه على حاجه ما اتجربتش. هل تشعري ان مصطفى كان محتاج معامله مختلفه شويه، او تأهيل نفسي بشكل مختلف؟ هل كان ممكن اصلا المنتخب يستقطب معد نفسي لبعض اللعيبه يقدر ان هو يأهلهم نفسيا بشكل كبير، لو في اي مثلا لاعب حاسس ان في مشكله، او لاعب حاسس ان مستواه مثلا قليل، او بيحاول ان هو يستعيد مستواه مره تانية، او في مشاكل حتى خاصه في حياه اللاعب؟ هل ممكن المعد النفسي كان يقوم بالدور ده؟ طبعا. اصلا في دلوقتي في جامعات كتيره سيشن للطب نفسي الرياضي، صح. طبعا كان لازم. طب اقول لك على حاجه، نادي طنطا اخر نسخه كان فيها في الدوري كان معاه معد نفسي، كان النادي الوحيد اللي كان معاه معد نفسي. مصطفى محمد لعب في طنطا بس مش اكيد مش في الوقت ده يعني. لا ما كانش في الوقت ده. الموسم اللي هو كان فيه ساعتها مع الزمالك، كان ساعتها طنطا كان في الدوري، وكان معاهم معد نفسي. فطبعا معد نفسي مهم جدا، لانه في لعيبه بتتصدم من الشهره، في لعيبه من الضغوط مع ضغوط الماتشات، في لعيبه ما تقدرش تستحمل. يعني مثلا ممكن يبقى المدرب شخصيته حاده، ممكن ما يستحملش مثلا مدرب يزعق ينفعل، بيحس في لعيبه ممكن تبقى خجوله بطبيعتها، ما تحبش مثلا حد يزعق لها، او يبقى شايف ان انا ازاي راجل يعني مدرب يزعق لي عشان كوره وبتاع. فطبعا لا، لازم طبعا معد نفسي، كلنا محتاجين معدين نفسيين صراحه، كلنا مرضى نفسيين يعني. طبعا ده بدرجات طبعا. صح، حقيقي. طب خليني اسالك عن كاس العالم اللي جاي، لو عندنا فرصه ان احنا نبني على اللي وصلنا له. يا ريت، نفسي نتعلم مره ونبني على النجاح. لو انت عندك فرصه ان انت تبني على اللي احنا وصلنا له، ويبقى فيه خطه على اللونج ران او على المدى الطويل نوصل بيها لكاس العالم اللي جاي، طبعا مع دخول لعيبه يعني زي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، واللعيبه اللي هي اعمارها السنيه هتخبط بقى خلاص في ال 38 وال 39، نقدر نعمل ايه في كاس العالم اللي جاي؟ او مين اللعيبه الشباب اللي احنا نقدر نعتمد عليهم، او مش هنقول الشباب، اللعيبه اللي هي في العمر السني اللي هو من 25 مثلا ل 30 نقدر ان احنا نعتمد عليهم الفتره الجايه؟ لا انت محتاج تنزل معدل الاعمار عن 25. بالظبط. يعني احنا مثلا عندنا، خليني اقول لك مثلا كمثال، عندي عمر فايد مدافع فنرباتشا التركي، عندي اياد العسقلاني سامع ان هو راجع على بيراميدز من روستوف الروسي، عندي لعيب اسمه عمر خضر استون فيلا، تيبو جابرييل، عمر عبد الحميد ده في هرتا برلين. ماشي، حلو. انت محتاج تعمل 3 حاجات. اول حاجه انت لازم تحط خطه من دلوقتي. انت عندك في الفتره دي 2 كاس انا محتاجه واحده فيهم مينيمم، مش هقول لك الاثنين. تفتكر اصلا المنتخب يقدر ياخد كاس الجايه؟ ما هو لو مش قادر ياخد كاس ما يروحش كاس عالم، لان المنافسه اكبر ماشي، ومدارس مختلفه. معلش افريقيا كلها يا جماعه، يعني كان كابتن حسن شحاته بيروح عفوا يعني كان بيروح يدي الكاميرون على عينيهم ويجي في ماتش ودي. فافريقيا كلها الفروق مش فظيعه. وشفنا في كاس العالم اهو. بس على فكره معظم فرق افريقيا دلوقتي بقى لا، اللعيبه اللي بتلعب فيها هي لعيبه محترفه في اوروبا. ما انا كنت لسه هقول لك منتخب كوت ديفوار منتخب محترف. عمل ايه مع الضغوط في كاس العالم؟
ما قدرش يستحمل اتكروت تلم كده في ثانيه، على الرغم ان انتوا تقريبا المنتخب كله محترف. انت اللعيبه اللي بتلعبك في المنتخبات دي معاك اصلا، يا في الفرقه يا بتلعبهم في الدوري اللي انت فيه، يا بتلعبهم في دوري الابطال حقيقة. انت مخضوض من ايه؟ انت ازاي كسبان 2-0 مش عارف تحافظ على النتيجه؟ ما تاخدي بالك حصل مع كل الفرق الافريقيه تقريبا، غانا نفس الكلام. لا انا بتكلم على ما كاب فيردي دي برضو بلد صغيره اول مره تروح كاس عالم، لكن كوت ديفوار لا انت رحت كاس عالم كذا مره، معدل المحترفين عندك يكاد يكون بيوصل ل 95%. ماشي. عندك المفروض خبرات. انت مخضوض من ايه؟ عندك القوه البدنيه. ماشي. يعني انا اعذر الكونغو. الكونغو لسه بتخوض تجربه جديده، محترفينها مش كتير، مدير فني برضو كان بيمر بظروف صحيه فتره طويله، وراجل كان بيعتذر وهم اللي قرروا ان هم يكملوه سبيستان دي صبر اللي كان ماسك الاسماعيلي في فتره من الفترات. فانت لا انا كان لازم البطوله افريقيا اقدر اخد من الاثنين نسخه بطوله. لازم ابص على اللعيبه مزدوج الجنسيه اللي في اوروبا. حلو. انت عندك اكتر من 30-40 لعيب. الامارات بانت. لو تفتكر كان كوبر اعتقد اللي كان جايب سام مرسي. تمام. وسام مرسي كان عامل معاك يعني ماتشات كويسه. طبعا. فانت محتاج تبص عليهم. محتاج تكرر او تعدل في التجربه المغربيه بالطريقه المصريه. كان وليد الرجراجي وقت ما كان هو مدير فني في المغرب كان بيطلع اوروبا ويشوف. الكابتن حسام حسن محتاج يشتغل على نفسه في قصه الدورات. يعني لما ابص على مصر بطولها وعرضها بالمدربين المصريين اللي فيها، اللي المفروض ان فيهم قطاع دلوقتي في مرحله الشباب، ما لقيش واحد فيهم واخد الدورات حتى هنا اللي تبع الاتحاد المصري. الوحيد اللي واخد رخصه خارج مصر الرخصه اللي بتاعت الاتحاد الاسيوي كابتن ايمن الرمادي بس. بالظبط. انت بقى كاتحاد كوره يعني انا بشوف ان في مصروفات ساذجه ملهاش اي داعي. حضرتك بالمصروفات دي كل سنه طلع 2 مدربين من المدربين الصغيرين على بقى شاكله محمد شوقي، الشيخ علي ماهر، طلعهم اوروبا ياخدوا الويفا. عندك محمود فايز اكتر واحد يقدر يساعدك في القصه دي. استعين يا جماعه بالخبرات. معلش النهارده لما بشوف المحللين حتى اللي بيطلعوا يتكلموا في الكوره كويس، بلاقي السعوديه بتستفيد بيهم. بلاقي الجزيره في قطر بتستفيد بيهم. انت فين؟ انا ليه اقعد اتفرج على استوديو تحليلي 17 ساعه على ماتش ديربي؟ يعني ديربي مانشستر في انجلترا يا دوب كلمتين ورد غطام تشكيل قبل، احداث بعد نص ساعه، باي 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 الحكايه خلصت. انما احنا بنقعد بقى بنطبق لحد الفجر. بنقعد نسال اللعيب انت كتبت كتاب ولا دخلت؟ انت مالك؟ فانت محتاج تشتغل على المدربين. انت من دلوقتي الكاس العالم 4 سنين، وقتها لازم يبقى عندي على الاقل 6 مدربين واخدين الويفا. حلو. تمام. كابتن حسام طبعا على راسهم، ده ما فيهاش مفر. كابتن حسام بص على اللعيبه مزدوج الجنسيه، انزل بمعدلات الاعمار، غمي عينك زي ما انت بتغمي عينك على الانتقادات، غمي عينك عن الانتماءات. اللعيب الكويس خده، اللعيب اللي يقدر يساعدك استعين بيه. صحيح. مفيش بقى اصلا الناس اللي بتقول لك اصله تهدو واخد من الاهلي 8 بس. ايوه الاهلي تالت الدوري، واخد من الزمالك 3، واخد من بيراميدز 2 او 3، فده مش منطقي. ماشي، بس ما هم برضو عملوا نتائج منطقيه برضو في كاس العالم ونجح بيهم. وانزل بمعدلات الاعمار. انت محتاج تنزل بمعدلات الاعمار، مش محتاج اشوف منتخب معدل الاعمار بتاعه 29 سنه و30 سنه. انزل بمعدلات الاعمار، لانه اللعيب الصغير جعان كوره، جعان شهره. هيثم حسن ده جاي من الولا حاجه، محدش يعرفه. تعرف ان جماهير ليفربول يعني كنت شايفهم كاتبين على تويتر ان هم عايزين يعوضوا صلاح بهيثم حسن. بالظبط. دي حاجه مرعبه يعني. والولد يعني انا اتفاجئت وهو بيقول لك انا والدتي ما بتكلمنيش من ساعه ما قررت ان انا اتخلى عن فرنسا وما رضيتش العب لتونس عشان العب لمصر. حقيقه. فيعني دور بقى على اللي زي ده، ده حرفيا الجوهره اللي عليها تراب. انت بقى دورك تمسح التراب. هاتوا معسكر ودي و2 و3. جو ان احنا بنلغي معسكرات عشان مش عارف الانديه، ده كلام فارغ، دي مش كوره. ماشي. نظم مسابقه الدوري. ان السنه الموسم اللي انتهت ده كان في انديه ضغطت على راسها الزمالك، تمام، بس في الاخر المسابقه منتظمه، عارف انا هبتدي امتى وهنهي امتى. فالاجنده الدوليه بتاعتي ثابته. انا كاتحاد اقدر ابقى عارف، طالما عارف مواعيدي اقدر اخاطب اتحادات تانية، الاعب مدارس مختلفه. انا مش هفضل على نفس الكام منتخب. النهارده لما احتكيت بالبرازيل واسبانيا وروسيا واوزبكستان من قبلها، لا مدارس كلها مختلفه. صحيح. فانت محتاج تعمل ده. طيب هايل.
حلو قوي. طيب فقره اخيره بقى، سؤال قولي. واجابه. اتفضل. الدوري المصري هيكون افضل وهيتحسن على المستوى التنظيمي لما، من وجهه نظرك، تنتظم المسابقه، تنتظم المسابقه. تنتظم وتطبق العداله، القانون يطبق على الكل باختلاف لون يعني ايا كان لون الفانيلا عامل ازاي. هايل. الزمالك محتاج ان هو يعمل ده في الموسم القادم. مدير فني اجنبي قوي، مش مع استمراريه الكابتن معتمد جمال. اعتقد كابتن معتمد خلص في العراق، اوكي. مع كل الحب الكابتن معتمد، بس كابتن معتمد بيتوتر زيه زينا، انا مش محتاجه مدرب طب يتوتر. اي حد في الدنيا بيتوتر. لا 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 ليه؟ لا فريرا ما كانش بيتوتر. لا 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 انا شفت كابتن معتمد يوم ماتش النهائي بتاع اتحاد العاصمه، الراجل مش قادر يبص على ضربات الجزاء، انا كنت ببص على ضربات الجزاء. فلا انا محتاجه مدرب يستحمل الضغوط. هل تشعري ان الزمالك كان ممكن يكسب اتحاد العاصمه في النهائي الكونفدراليه؟ طبعا كان ممكن يكسب. لو بطلنا مرقعه، احنا جبنا جون في الاول كان تقدر تكسب، يعني تضغط وتجيب التاني. انت في تغييره حصلت، انت بتاعت سيف الجزيري، شفت ان سيف الجزيري مش قادر يأدي. ايه المشكله ان اخرجه؟ خايف على نفسيه اللاعب؟ نفسيه الجمهور اهم مليون مره. انا اسف، ده نهائي قاري يعني. انا بالنسبه لي وانا حتى كنت ساعتها بتفرج، عفوا يعني اللعيب في الاول وفي الاخر هيمشي، لكن البطوله هتفضل باسمي ومع احترامي. وال4 مليون دولار كانوا ينفعون بالظبط. ال100 مليون ولا الكم مليون اللي على مستوى العالم اللي ناموا ليلتها مقهورين، وانت الفوز قريب منك، لا نفسيتهم اهم 100 مره من اي لعيب. عادي خرجوا تاني. انت كنت منزله عشان يجري، ما بيجريش. ليه اطلع عدي اللي كان بيتحرك في كل حته وانزل سيف الجزيري؟ فمحتاج مدير فني اجنبي قوي عشان يقدر كمان يبص على قطاع الناشئين. انت خدت التجربه دي قبل كده مع جيسفالدو فيريرا في 2022 حقيقي. قدر يتعامل بايقاف القيد وخدنا دوري وكاس. حتى جوميز كان بينزل يبص على القطاع. كارتيرون كان بينزل يبص على القطاع. انت محتاج النوعيه دي من المدربين. محتاج انك يعني اللائحه الماليه تبقى موجوده من اول الموسم. تنتظم في صرف المستحقات لحد يعني تمشي الدنيا لحد يناير. يعني ان شاء الله الاستئناف يتم قبوله حتى في اسوأ السيناريوهات، تبقى ايقاف فتره واحده، فتقدر في يناير تجيب لعيبه على الاقل الكام شهر دول تكون انت خلصت المديونيات، فتقدر تجيب لعيبه ببادجت محترم. هايل. طيب الاهلي محتاج ان هو يعمل ده في الموسم القادم؟ مش محتاج يعمل حاجه. مش محتاج يعمل حاجه. لا محتاج يبقى 2 كمان زي زيزو. اجابه منطقيه. ماشي. الاسماعيلي هيقدر يرجع نادي الاسماعيلي تاني لما يعمل ايه؟ لما اخلص الشلل اللي جوه النادي. الشلل. المحبين والحبايب والقرايب والصحاب. مهندس يحيى الكومي في فتره من الفترات الراجل كان موجود وبيصرف، فجاه لقيناه قرض حسن ومحتاجين الفلوس. آل عثمان كانوا بيتخانقوا وهم بره، طب لما جيتوا عملتوا ايه؟ ولا حاجه. ما كنتوش بتصرفوا على النادي، بتحطوا فلوس في غير موضعها، بتجيبوا لعيبه وما تدوهاش فلوس، طلعوا من القطاع الذهب. قطاع الاسماعيلي ده من افضل قطاعات الجواهر اللي كانت بتطلع. وامبي اتعلم منهم، والمقاولين اتعلم منهم حقيقه. ما قدرتش تحافظ على اللعيبه اللي عندك، ما قدرتش ان انت حتى بتكسب فلوس، بتبيع لعيبه بفلوس كبيره بس ما عملتش بيها حاجه. في رغم ان انت الدوله كانت بتساعدك مساعدات ماليه علشان تفوق من الازمه اللي انت فيها. فمجرد ما خلصنا الشلل والناس بصت لمصلحه الاسماعيلي زي ما المصري بيبصوا لمصلحه المصري واللي بتوع الاتحاد بيبصوا لمصلحه الاتحاد، انتوا كمان محتاجين تبصوا على مصلحه الاسماعيلي. طيب هايل. اخيرا بقى ندى، لو حابه تقولي حاجه معينه، توجهي رساله معينه، عايز تتكلمي في مثلا في بوينت معينه او نقطه معينه ما اتكلمتيش فيها، توجيه رساله معينه لشخص معين، توجيه رساله لنادي الزمالك، اي حاجه في دماغك عايزه تتكلمي فيها ممكن تقوليها، يعني فتره حره يعني. انا عندي 3 رسائل. 3 رسائل ل3 اشخاص. ما تغيرش شتيمه بالله عليك. اول رساله لمجلس اداره نادي الزمالك كاملا. مجلس الاداره. ماشي. جماعه انتوا كلكم في قايمه واحده. ماشي. كلكم جايين على قايمه واحده، مفيش حد جاي من بره القايمه. ماشي. الخلافات لازم تفضل جوه اوضه الاجتماعات، ما تطلعش بره. ماشي. ارض نادي الزمالك لازم تستغل خير استغلال. ماشي. الفتره اللي جايه، لانها هتديك مصدر ثقة عند الدولة ان انت مش جاي تلعب، مش جاي تتاجر بموضوع الارض او الفرع زي ما غيرك تاجر. فمحتاج ان انت توظفها صح عشان تقدر تدخل منها اكبر مكسب، وطبعا وكذلك شركة الكورة. الرسالة التانية للمهندس هاني ابو ريدة. ماشي. مهندس هاني ابو ريدة دي تاني مرة يكون موجود فيها على قمة الاتحاد المصري. اتمنى ان ما تكونش ايده مرتعشة.
ما يفرقش معاك لون فانيلا، ما يفرقش معاك، لان انت رئيس اتحاد الكوره المصري، مش رئيس ولا راعي النادي الفلاني على حساب النادي العلاني. ماشي. الانديه الشعبيه محتاجه مساعده انها تكون موجوده. انديه القطاعات دي يا جماعه ما بتاكلش عيش. انا عفوا يعني انا اسفه، انا مش محتاجه اتفرج على ديربي الصنايعيه، مش محتاجه اتفرج على ديربي الجيش، مش محتاجه اتفرج على ديربي البترول. يعني ببقى قاعده في البيت سامعه صوت خبطه الكوره. انا عايز اسمع صوت جمهور. الكوره للجماهير. فانت محتاج ترجعوا الانديه الشعبيه تاني. محتاج المسابقه تبقى منتظمه. اللي يتضغط، اللي مكمل في بطوله افريقيا او في الكونفدراليه او بيشارك اكتر من بطوله، دي شخصيه البطل وده قدره. ماشي. حضرتك حط الجدول، شاء من شاء وابى من ابى، دي قصتك. ما تحطش اعتبارات. اي تعديلات في اي مسابقه او في اللائحه لابد ان تكون معلنه للجميع من بدايه الموسم، مش ماشي. من نهايته. هايل. تمام. اللي احنا بنقوله هيطبق على الموسم الجاي، مش على اللي فات، عشان يبقى الكل سواسية. ماشي. الرسالة الثالثة للأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية. ماشي. طبعا يعني هينوبوا من الرسالة بتاعت باشمهندس هاني زيها. ماشي. حضرتك برضو رئيس رابطة الأندية. فالصحاب والحبايب والمعارف ده خارج الرابطة وخارج إطار الكورة. لو انتوا عايزين كورة يا جماعة، الكورة في مصر بتصرف عليها ملايين والعائد منها ملاليم. لازم الرابطة تتكاتف مع الاتحاد علشان الأندية اللي بتعمل عقود بأرقام وبتسجلها بأرقام، لأن ده سرقة لمال الدولة. ماشي. قولا واحدا. ماشي. تمام. لأن ده كمان يعتبر فساد. زي ما احنا بنقول إن أنفانتينو فاسد عشان مصر خرجت من الأرجنتين. ده اللي بيحصل ده في الدوري، ان انا بقى بكتب عقد اللاعب برقم وهو متسجل في اتحاد الكوره برقم تاني، ده فساد برضه. زي ما بقول اصل لازم الانديه او النادي الفلاني يشارك عشان الرعايه، يبقى انا ما ازعلش ان مصر خرجت قدام الارجنتين، لانه رعايه الارجنتين اعلى طبعا، اعلى بكتير، ووجودها في المونديال اهم من وجود مصر مع كل الاحترام يعني. يعني محتاجين ان انتوا تحطوا المسطره وتمشي على الكل. بلاش نبقى عاملين زي يعني عفوا واستعين بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه. بالظبط. فأنت محتاج الكل يبقى زي بعض. الأهلي والزمالك زيهم زي الأندية اللي هتطلع من الدرجة الثانية، زيهم زي أندية الشركات، كله سواسية. طب أخيرا ما خلاص كده ما عندكيش أي رسالة تانية؟ يعني خلينا نكتفي بالثلاثة. نورتينا ندى والله. ربنا يخليك، انا سعيده جدا بالحلقه ويا رب نكون كنا خفيف. لا دي من احلى الحلقات والله، وان شاء الله تتكرر تاني باذن الله قريب مع بدايه الدوري ان شاء الله. ربنا يستر. نورتينا ندى والله. ربنا يخليك. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه بضيوف مختلفه. السلام عليكم.